اوعي تستني وتقولي انا سني صغير، انا هبدأ لما يبقى عندي 20 سنة. لا، انا هبدأ بعد الجامعة. الوقت هيعدي هوا، فجأة هتلاقي 4 5 سنين عدوا وانتي ما عملتيش حاجة. قومي ابدأي. هاي يا بنات، ازيكم؟ وحشتوني قوي. ميرسي على دعمكم وتعليقاتكم الجميلة. النهاردة موضوعنا 7 حاجات لو رجع بيا الزمن للعمر 16 أكيد مش هتنازل اني اعملهم. اول نقطة اني اكتب اهدافي على ورق ومكسلش ان اكتب كل حاجة. الكتابة يا بنات مهمة جدا، قد ايه بتريح، قد ايه بتخلي عقلك مرتب مش فوضى. وانك تكتبي ادق التفاصيل واصغرهم ده بيفرق قوي. احنا مش هنكتب عناوين رئيسية، لا، احنا هنمسك كل عنوان رئيسي ونشوف احنا محتاجين نعمل ايه عشان نحققه، محتاجين ايه الخطوات اللي كل يوم نعملها عشان نوصل له، مثلا في سنة او في 6 شهور او اقل. احنا مش هنكتب عناوين بس، لا، هنفصل كل حاجة. يعني مثلا انتي عايزة تتكلمي انجليش، طيب مثلا هتقولي انا عايزة اتكلم انجليش في مدة 6 شهور. طيب انا محتاجة اعمل ايه كل يوم عشان اقدر اوصل للهدف ده في خلال 6 شهور؟ محتاجة مثلا ان انا اسمع فيديو كل يوم انجليش واعمل شادوينج عليه. كل مثلا اسبوع احاول امارس اللغة مع حد نيتيف سبيكر. الخطوات الصغيرة هي اللي هتوصلك، عشان كده بقولك اكتبي كل حاجة بالتفصيل. تاني نقطة، اتعلمي تتكلمي بثقة، لان اللي قدامك هيبقى شايفك من طريقة كلامك. بمعنى انتي لو ملجلجة الوقت كله مترددة وخايفة، اللي قدامك هيعرف انك ضعيفة. لكن انتي لو بتتكلمي بثقة كده، مش معنى ثقة انك تتكلمي في كل حاجة عارفاها ولا مش عارفاها، لا، يعني مش يبقى صوتك واطي الوقت كله، مش خايفة، لا. موضوع انا عارفاه اتكلم فيه بثقة وهدوء وبعقل وبرزانة كده. قدري نفسك وقويها عشان اللي قدامك يقدرك. تالت نقطة، اعملي حاجة تخوفك كل شهر. مثلا مش بتحبي تنزلي في تجمعات كبيرة بين زمايلك، جروب فيه مثلا اكتر من 10 بنات، لا، قرري انك تخرجي معاهم. مش لازم في القعدة تبقي انت ملكة الكلام وتقولي انت الافكار، لا، اسمعي اكتر، قولي رأيك بالراحة، اسمعي اكتر عشان تعرفي تفكري اكتر. لو مثلا انتي مقررة تروحي عند ثيرابيست ومأجلة وخايفة، لا، قرري انك تروحي واحكي كل حاجة مضايقاكي عشان يعرف فعلا يساعدك. في انترفيو شغل معين انتي خايفة منه، روحي واعملي انترفيو. ايه اللي هيحصل؟ يعني مثلا اكتر حاجة ممكن تحصل وحشة تترفدي مثلا في الانترفيو، بس هتبقي ساعتها تقدري تبصي لنص الكوباية المليان، انك حاولتي، انك كسرتي خوفك. المرة الجاية تعملي حسابك وتتدربي اكتر على نفسك وتروحي، وساعتها هيوافقوا عليكي. رابع نقطة، ابني اسمك على الانترنت، سواء بمحتوى، مهارة او بورتفوليو، اي حاجة. دلوقتي عصر الانترنت وعصر السوشيال ميديا، وانك لازم تعرفي تدخلي فلوس من الانترنت. مفيش حاجة اسمها انا مش بعرف، حاولي، كلنا مش بنعرف وكلنا اتعلمنا. اوعي تفكري ان انا كنت بعرف اعمل فيديوز وإيديت ومونتاج وميوزك كل ده الاول، لا، واحدة بدأت اتعلم. ولو ترجعي الفيديوهات القديمة هتلاقي ان مش كله كان بنفس الكواليتي دلوقتي، وانا لسه اصلا بتعلم على نفسي. احنا مش مولودين متعلمين، لا، احنا بنحاول وبنتعلم وكل يوم بنبقى احسن من اللي قبله. ما تقوليش مش عارفة، انتي مكسلة. مش كل ما تبقي مش عارفة تعملي حاجة او انتي مكسلة تعلقيها على شماعة لا دي صعبة. لا، مفيش حاجة صعبة، مادام في ناس بدأت تعمل الحاجة دي يبقى مش صعبة، يبقى انتي مكسلة. واجهي نفسك بالحقيقة. نقطة رقم 5 مهمة جدا وبجد كلنا بنعاني منها، وبالذات الجيل ده، اتعلمي تقعدي مع نفسك من غير موبايل. اتعلمي تقعدي مع نفسك من غير موبايل. تعالوا كده نتخيل ان النت فعلا قطع وكل التطبيقات احنا مش عارفين نستخدمها خالص، كل حاجة مش موجودة كنا بنعملها يوميا. تخيلوا هنعمل ايه؟ اول يوم او اول يومين مثلا هنبقى زهقانين جدا ومش قادرين،
وكأننا مدمنين. احنا مش كأننا، احنا بالفعل بنبقى مدمنين. حتى لما النور بيقطع او مثلا الباقة بتخلص بنبقى مدمنين وبنلف في الشقة ومش عارفين نستخدم الموبايل. بس ده ممكن يحصل، ليه لأ؟ فخليكي انت مستعدة وخدي من يومك مثلا نص ساعة او ساعة. جربي انك تقري، جربي مثلا ان انت ترسمي، تلوني. ابدأي بأقل المهارات بتاعتك، مش لازم تبقي بروفيشنال، لا، ابدأي واحدة واحدة، اتعلمي. خليكي تعرفي تستمتعي بنفسك اكتر ما تعرفي تستمتعي بالموبايل. ما تضيعيش عمرك فعلا على الموبايل. نقطة رقم 6 هي مرتبطة شوية بنقطة رقم 4. اتعلمي تستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والشغل. بجد يا بنات هتسهل عليكم قوي. الحاجة اللي بتتعمل في ساعة وساعتين ويوم كامل مش بتاخد ربع ساعة لما تستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي. أبسطهم شات جي بي تي. انت لو طلبتي منه يعملك سكريبت ويعملك صور لفيديوهات اليوتيوب ويعملك مثلا تلخيص لكتب معينة، طلبتي منه أي حاجة هيقدر يساعدك. فاستغلي ان في حاجة دلوقتي تقدر تسهل عليكي مواضيع كتيرة وتعلميها بمهارة وإتقان، مش تعليم أي كلام، عشان تقدري فعلا تطلعي منها شغل كويس. آخر نقطة وهي رقم 7، اتعلمي تفتحي حساب بنكي وتديري فلوسك. وده هياخدنا ان انتي لازم تتعلمي تحوشي فلوس من صغرك. ما ينفعش كل حاجة بتصرفيها حتى لو من مصروفك. حتى لو هيبقى معاكي في الحساب ده 100 جنيه، ال100 جنيه دي كل شوية هتكبر. تحوشي من مصروفك اكتر، مش كل اللبس ضايع على مثلا اكل او ميك اب او لبس. لا، اتعلمي انك تحوشي من صغرك. ده هيفيدك قوي لما تكبري، عشان لما تشتغلي تعرفي انك لا، في جزء انتي بتحوشيه، مش كله يبقى بيتصرف، ده غلط. ولو وصلتي لغاية هنا قوليلي عندك كام سنة وبتعملي حاجة من ال7 نقط دول ولا لأ. ولو مثلا أكبر من 20 قوليلي كان نفسك تتعلمي ايه زمان. و thank you for watching.